اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل طريقه عمل الكشري المصري. هنعمله كده بطريقه سهله وبسيطه وبجد تحفه، وهنعمله كله في حله واحده باسهل طريقه ممكن تشوفيها. تعالوا نشوفوا بقى هنعمله ازاي. مبدئيا هتلقى صوتي كده عامل شويه لان انا بجد عندي برد وتعبانه بس شويه وكده، فايه هتلقاني كلامي مش مظبوط خالص. فالاول هنبدا. تعالوا نشوفوا بقى هنعمله ازاي. انا حطيت وك على النار علشان احمر فيه البصل. حطيت طبعا كميه كده صغيره، يعني مش كميه كبيره، من الزيت. حطيت كده شويه من الزيت عشان احمر فيهم البصل. طبعا انا مقطعه البصل جوانح، وبعدين سبت الزيت يسخن، وبعدين حطيت البصل يدوبك كده حطيته وسبته كده ما قلبتهوش علشان لما باجي اقلبه بيطرى منك وبيبقى بجد مش الطف حاجه. طبعا انا بطلعه كده في طبق وبعدين كده افرشه، يعني افرشه في طبق كبير شويه. طبعا البصل ده بيبقى طعمه حكايه وبيبقى معاكي تحفه جدا. وهنعمل ان شاء الله الكشري في حله واحده باسهل طريقه ممكن تعمليها. ادي يا بنات حطينا بقى البصل وتحمر، وبعدين اطلعه في نفس الوك انا بحمر فيه الشعريه. حطيت كده، يعني انا قسمت بقى الزيت نصين، نص هاخده منه لصلصه الطماطم ونص هاخده منه ونص هعمل بيه الشعريه، احمر بالشعريه. طبعا الحله الوك هيكون ضيق على المكرونه وكده، فانا هعمل في حله. اروح احط الشعريه في حله واحمرها في حله. يا بنات زي ما انتوا شايفين كده نقلت طبعا الشعريه في حله علشان الحله كانت صغيره. طبعا هتحطوا كوبايه ونص من الرز وهفضل اشوح. طبعا الشعريه خدت لون، حطيت كده كوبايه ونص من الرز وافضل اشوح الكلام ده كله مع بعض، وبعدين اشوحه كده، اسيبه كده يتشمع كده بالسمن او الزيت اللي انت حطاه. وبعدين احط كيس من المكرونه. طبعا احنا اتفقنا اللي احنا هنعمله كله في حله واحده زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هحط كيس من المكرونه واقلب بقى كده قد المكرونه برضو تشويحه كده من الزيت. هقلب بقى كده المكرونه زي ما انتوا شايفين كده. وادي المكرونه الاسباجيتي دي، طبعا انا جايبه باكيت من المكرونه الاسباجيتي. طبعا هقسمها كده وبعدين احطها وافضل اقلب برضو. الطريقه دي ما بتعملش معاكي مواعين كتير، ما تفضليش بقى تسلقي وبعدين تعملي الصلصة وبعدين تعملي في حلة فيها الرز وبعدين تعملي في حلة فيها مثلا تسلقي فيها العدس، وبعدين بقى حاجات كتيرة قوي، وتبقى المواعين كتيرة وتبقى الحلل كتيرة على الفاضي. احنا النهاردة هنعمله كده في حلة واحدة وهيكون معاكي مفلفل وبجد هيبقى تحفة جدا. يا حبايب قلبي نقلب بقى كده يا قلبي تقليبه كده كويسه علشان كله يتشوح كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وبعدين احط العدس. طبعا العدس ده نقعاه وبعدين صفيته كده من الميه وبعدين احطه اخر حاجه، وبعدين احط الميه. هقلب بقى تقليبه كده كويسه، اشمعه التاني كده، اسيبه بس كده يسخن يشم النار، وبعدين احطهم عليهم الميه كده. يبقى احنا حطينا الزيت بتاع البصل وحطينا الشعريه وحطينا الرز. يعني انا شوحت الشعريه، خليت الشعريه تاخد لون ذهبي، وبعدين حطيت الرز، وبعدين حطيت المكرونه الرفيعه، وبعدين حطيت المكرونه الاسباجيتي، وبعدين حطيت المكرونه الاسباجيتي، وبعدين حطيت العدس. نقلب بقى كده حبايب قلبي. طبعا زي ما قلت لكم معلش هتلاقي كلامي كده مش مركزه وخالص لان انا بجد تعبانه شويه.
طبعا المية لازم تكون سخنة، طبعا المية سخنة، بس كنت انا مسخناها مش في الكتل، لان الكتل بتاعي محروق، فانا سخنتها عن البوتاجاز. طبعا هملح بقى، احط كده شوية كده من الكمون، واحط شوية كده من الملح، واحط شوية كده من الفلفل الاسود، وبعدين اقلب الكلام ده. طبعا انت بتزوديه ميه، بس بصراحه انا ما بزودوش ميه كتير، يعني انا زي ما انتم شايفين كده يا دوبك بغطي المكرونه، ولو لقيته محتاج تاني ميه وبحط له تاني. طبعا انا بحط كده شويه كده من البصل المحمر من فوق الوش كده، بيديني ريحه حلوه وطعم حلو للرز. يا حبيب قلبي، نغطي عليه بقى وتعالي نشوفه بقى بعد ما طاب. شوفوا بعد ما طاب شكله جميل ازاي، مفلفل وطعمه تحفة، وحياة ربنا طعمه جميل جدا، مش معجن ولا اي حاجة خالص من الكلام ده. طعمه بجد روعة، مفلفل كده، مفيش حاجة معجنة ولا اي حاجة خالص، وهيبقى معاكي روعة. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنقله بقى كده الناحية التانية علشان اعمل صلصة الكشري. زي ما اتفقنا، ادي شوية من الزيت اللي انا عملت بيهم عملت بيهم الرز والمكرونة يعني وكده. فانا احط عليهم شوية تاني من الزيت علشان كان الزيت قليل، وبعدين احط 3 فصوص كده من الثوم مفرومين علشان اشوح بيهم اشوح بيهم اشوح الثوم مع الزيت كده. حطيت يا حبايب قلبي الزيت، واحط كده 3 فصوص كده من الثوم واشوح كده، هيتشوح معاكي بكل سهولة وبأسهل، وهيبقى معاكي تحفة جدا. يا حبايب قلبي اشوح بقى اشوح كده اشوح كده يا حبايب قلبي الثوم. يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، اسيب الثوم كده لحد ما ياخد لون كده، اسيبه كده ياخد لون الثوم، وبعدين احط صلصة الطماطم. انتي عاوزة مثلا تحطي الصلصة اللي هي المعلبة دي، تحطي معلقة كده ماشي، مش حابة خلاص. انا احط بقى العصير الطماطم، واقلب بقى كده، وبعدين احط معلقتين كده من الخل. الخل بيديكي ريحة الكشري وبيديكي ريحة حلوة. واحط بقى الملح، واحط الفلفل الاسود، واحط شوية كده من الكمون في الاخر كده. ويا سلام بقى لو عندك كزبرة ناشفة، تحط شوية كده من الكزبرة الناشفة، هيبقى معاكي تحفة وروعة. يا حبايب قلبي تعالوا بقى نعمل الدقة. الدقة عبارة عن انا معايا كده حباية طماطم كده صغيرة، ومعايا كده 4 فصوص من الثوم. طبعا ده توم يعني مش التوم الكبير، التوم الوسط. 4 فصوص من الثوم، ومعايا كده معلقة صغيرة من الكمون، وهحط كده نص كوباية كده من الخل، وبعدين احط ليمونة. يا حبايب قلبي احط بقى كده ليمونة كاملة. انتي لو عندك عاوزة تحطي ليمونتين مفيش مشكلة. احط كده الليمونة الكاملة، وبعدين اقلب، وبعدين احط احط الملح. احط بقى المية دي، كوباية من المية عليهم نص كوباية من الخل، فانا احط خل تاني. هقلب بقى كده يا حبايب قلبي. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، نحط بقى الملح لحد ما يتملح معاكي كويس جدا، ويبقى معاكي متملح وبجد تحفه. نقلب بقى كده، انا دوقته فحسيت كده ان هو محتاج حاجه بسيطه كده من الملح. نقلب بقى كده يا حبايب قلبي، وحطيت كده تاني شويه من الخل، فانا لقيته كده محتاج شويه كده من الخل. هدوق بقى كده، وهحط كمان شوية كده تاني، لقيته محتاج ملح تاني، فانا هحط شوية كمان من الملح.
بس ادي الدقة يا بنات خلصت ومعاكم تحفة. وادي بقى الايه الرز وادي الكشري. تعالوا بقى نغرفه بقى مع بعض كده، هيبقى معاكي تحفة التحفة، وهيبقى معاكي روعة. وشوفي البخار بجد معاكي روعة، وهيبقى معاكي تحفة. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، انا اهو بغرف معاكم الكشري بكل سهولة وبجد تحفة جدا، وهيبقى معاكي روعة. انا طبعا هقفل بقى الايه الكاميرا علشان كان الايه البخار، فكنت خايفة لا يبوظ الايه لا يبوظ التليفون. احط بقى كده الصلصه بعشوائيه بقى، انا بصراحه بحب احط الصلصه باي حاجه كده، باي عشوائيه، هيكون معاكي تحفه جدا، وهيكون معاكي روعه. وطعمه وحياة ربنا طعمه احلى بكتير من انك تقعدي تسلقي المكرونه وتحمري الرز وتعملي الخطوات الكتيره دي، بل دي في حله واحده هيبقى معاكي تحفه جدا وباسهل طريقه ممكن تعمليها. حطينا كده البصل برضو بعشوائية كده، وهيبقى معاكي تحفة. يعني اهم حاجة والله العظيم البساطة في الاكل هتكون معاكي تحفة جدا يعني، وهيكون طعمه احلى كمان من اللحمة والفراخ. ادينا عارفين الاسعار عاملة ازاي في اللحمة والفراخ، وفي كل حاجة الاسعار بجد بقت نار. وادي شكل الكشري يا بنات، شوفوا شكله جميل ازاي، والله العظيم شكله تحفة جدا وطعمه هيكون احلى. اعمليه بالطريقة دي هيكون معاكي تحفة جدا وشكله روعة وحياة ربنا، وطعمه سهل كده يعني، طعمه جميل وطريقته سهلة كده وبسيطة وبجد تحفة جدا يعني. اسهل طريقة ممكن تعمليها للكشري. متنسيش بقى تدوسي لايك واشتراك. باي باي.